سلام. في هذا الفيديو غادي نعرفوا الوثائق والاجراءات اللازمه باش تبرم عقد الزواج. اول حاجه غادي خصك تجمع 5 ديال الوثائق. هاد الوثائق كيجمعوهم الطرفين بجوج، اي الراجل والمراه، ولكن بالنسبه للحالات الخاصه بحال الارمل والارمله والمتزوج والقاصر والمطلقه كتزاد عليهم وثيقه اخرى، هي كيوليو 6 ديال الوثائق. اول وثيقه غادي تحتاج هي نسخه كامله من رسم الولاده، يكون اللون ديالها ابيض وفيها جميع المعلومات ديال الحاله المدنيه، وكتكون مكتوبه او مكاشي عليها بقصد الزواج. ملحوظه، هاد الوثيقه الا فات 3 شهور خاصك تعاود تجدد. ثاني وثيقه غادي تحتاج هي شهاده طبيه، يمكن تاخذها من مستشفى عمومي او خصوصي بحال ماشي مشكل، ولكن ضروري ملي تمشي على الطبيب باش تاخذها قول لي بغيتها على قبل عقد الزواج. ثالث حاجه غادي تخصك هي شهاده الخطوبه، تاخذها من المقاطعه اللي حداك. رابع وثيقه غادي تخصك هي نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيون. خامس واخر وثيقه هي طلب اذن توثيق الزواج، تاخذ هذا الطلب وكتعمر بالمعلومات ديال الزوج والزوجه، وكتدي هذه الوثائق قسم القضاء بالضبط عند قاضي الاصل. هو ملي كيتاكد بلي الملف متوفره فيه كاع الشروط كيعطيه رقم ترتيبي وكيدي الكتابه باش الضبط. من بعد كيعطيك القاضي اذن توثيق الزواج، وكتدي للعدول باش يتم ابرام عقد الزواج. ولكن بعض الحالات خاصك تحتاج وثائق اخرين، بحال اذن بالزواج بالنسبه للقاصر اي اللي قل من 18 عام، اذن بالتعدد بالنسبه للرجال اللي ديجا مجوجين، حكم الطلاق بالنسبه للمراه او الراجل اللي تزوج وطلق، شهاده الوفاه او رسم الزواج بالنسبه للارمل او الارمال.